بص يا صاحبي، ممكن تعمل نفس الحاجة بالظبط، بس نيتك هي اللي تغير كل حاجة. يعني ممكن تصلي علشان الناس تقول ده بيصلي، وممكن تصلي علشان ربنا يرضى عنك. نفس الفعل، بس الفرق في القلب. النية دي مش مجرد جملة بنقولها قبل ما نعمل أي حاجة، دي هي اللي بتحدد العمل ده ليه معنى ولا لأ. يعني مثلا واحد بيساعد فقير علشان الناس تشوفه وتقول عليه كريم، واحد تاني بيساعد نفس الفقير في السر علشان بس ربنا يشوفه. مين فيهم ربنا يقبل منه؟ أكيد التاني طبعا. النية مش لازم تتقال، بس لازم تتحس. لما تعمل خير، بص جوه نفسك واسألها أنا بعمل كده لمين. لو الإجابة كانت علشان الناس، يبقى راجع نفسك، ولو كانت علشان ربنا فأنت كسبت قبل حتى ما تعمل الخير. عارف ليه؟ لأن ربنا مش بيبص على المظاهر ولا على عدد الصلوات، ربنا بيبص على قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني نيتك هي حياتك الحقيقية عند ربنا. فالموضوع بسيط. قبل أي حاجة تعملها، اسأل نفسك: أنا بعملها علشان ربنا ولا علشان الناس تشوفني؟ وساعتها هتكتشف إنك ممكن تبقى بتعبد ربنا في كل لحظة، حتى وإنت بتضحك أو بتساعد أو بتشتغل. متنساش تصلي على النبي. سلام.